كابتن إبراهيم فايق امبارح كان عنده برنامج مواجهة، وكان جايب أهلاوي وزملكاوي كالعادة. بس قبل ما أتكلم في الموضوع اللي أنا عايز أتكلم فيه، أحب أشكر شادي حبشي جدًا على الكلام اللي هو قاله، وأنا الصراحة شايفه إن هو مش واخد حقه خالص كإعلاميًا أو حتى على قنواته على اليوتيوب، فكل الشكر ليك يا شادي على تمثيلك لجماهير النادي الأهلي أو كواحد أهلاوي. النقطة المهمة بقى دلوقتي، الزملكاوية بيقولوا حاجات كتير على الأهلي ما حصلتش، وبيستندوا بيها مثلًا إن اتحاد الكورة معانا أو الحكام معانا. ما هي بتحصل معاهم برضه ولكن ما بيتكلموش، هم بس بيحطوا الضوء على الأهلي، يعني بيقولوا حاجة سواء صح أو غلط وخلاص، فهم بيقولوها فكل الزملكاوية بيقولوها فبتثبت خلاص في عقل أي حد عايز يشوف الأهلي وِحِش. يعني مثلًا موضوع صفقات الأهلي المليارية دي، يا صديقي على حسب موقع ترانسفير ماركت أنت صفقاتك أغلى مني بحوالي 1.5 مليون يورو. ما اتكلمتش ليه؟ والّا أنت قصدك علشان أنت ما بتدفعهمش فهُم خلاص مش محسوبين؟ لمّا تتكلموا اتكلموا بالعقل وبالمنطق وبالدليل، مش تقولوا حاجة وتغنوا بقى عليها سنين طويلة. وبرضه هنرجع نقول لو فكرتوا في ناديكم بس هتنجحوا، إنما لو فكرتوا في الأندية التانية والله العظيم هتفضلوا زي ما أنتم. ما أنتم جربتوا أكتر من 50 سنة كده وما فيش فايدة. فكروا في ناديكم والله العظيم هتنجحوا. ولمّا شادي قال له ادّيني فلوسك وادّيني عربياتك وادّيني حاجتك وأنا هابقى جامد. يا صديقي هو مين اللي عمل الفلوس دي وعمل الإنجازات دي عشان يبقى جامد؟ النادي الأهلي. النادي الأهلي ما خدش من حد. النادي الأهلي بَص لنفسه واشتغل على نفسه وبقى النادي الأهلي. وعايز أقول حاجة أخيرة، الزمالك الجامد، الأهلي الجامد، الاتنين اتجاملوا ما فيش مشكلة. في ماتشات الحكام بتجامل النادي الأهلي والنادي الزمالك، وفي ماتشات الحكام بتظلم النادي الأهلي ونادي الزمالك، طبيعي، ولكن الحكم ما بيبقاش قاصد ده. فالكلمة اللي أنا عايز أقولها بس، أولًا شكرًا طبعًا لشادي حبشي، ثانيًا علشان تنجح بُص لنفسك ما تبُصّش للأهلي. سلام.